بيت ابوكوا يا بعدة. انتوا فاكرينها حد يا ولاد الكلب؟ ما بتتشطبوش على الغلابة. يا بص ارجع تاني. اسلموا طلع بص. اجري عسكري. اطلع من النص. اطلع عسكري. منهم لله البعد، كسروا السوق وهم بيقبضوا على بتوع المزاح. حصل لك حاجه؟ لا يا حبيبتي الحمد لله. انت ايه اللي اخرك في النوم كده؟ عندي الحصه الثالثه. طب يلا خلي بالك من نفسك. طب دلوقتي على الحجز جوه. يلا. صباح الخير يا حاج. صباح الورد يا باشا. عايزك تظبط لي العيال دي تظبيطها اصلي، يخرجوا من هنا ودماغهم معدوله. سهلة يا باشا. يلا يا واد. انا قلت يا صباح الفل. يلا 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 يا ولاد الشعب يلا. واقفون صفين. كل واحد يحط الطاقة على الأرض والساعة وكل اللي معاه. اوعوا تكونوا فاكرين البلد سايبة. لا، البلد فيها حكومة، وحكومة من حديد، والحكومة دي هي أنا. مش بقول لكم فاكرينها سايبة. انا من حق اتكلم في المحمول بتاعي. وأنا من حق أضربك. والله يا باشا دول ولاد كلب ما يستاهلوش انك تعكر دمك بسببهم. الشاي يا باشا. جبتها في وقتها. حطها على ظهر الواد ده. وطي يالا. باشا مسامح كريم. طب هاتها. وطي يالا. أبوك بيشتغل يالا. والله ارحمه مات من سنه. يعني يتيم. ما عامل بلطجه بتاع سياسه ليه؟ مش تبص لمستقبلك احسن بدل المرمطه في المظاهرات؟ احنا لازم نخرج من هنا، ولازم اهالينا يعرفوا اننا محبوسين. يا ده اهاليك هم اللي جابوك هنا عشان ما عرفوش يربوكوا. تعال هاتهم كلهم. شكل كده بدل ما هوديكوا النيابه هوديكوا الاستقبال عشان تعرفوا ان الله حق. شايف دول لسه جايين من حفله الاستقبال. عايز تبقى زيهم؟ يا حاتم باشا، انا كنت عايز اقول لحضرتك ان في راجل مات من امبارح جوه. فين؟ طلعوه بره وخبوا جثته في اي ده لحد ما يموت بكره، بعدين نبقى نتصرف. يا باشا بقول لحضرتك الراجل مات. وانا قلت يا نمره يموت بكره، ولما يموت بكره نبقى نتصرف. فاهم؟ كوبايه شاي الاحسن وفي النيابه في الجمهوريه. شكرا يا عم فهد. يخلى سبيل المتهمين بضمان محل اقامتهم ويفرج عنهم من سرايا النيابه. شكرا يا فندم. يلا يا ابني انت هو مش عايزين تروحوا ولا ايه؟ شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. دخل اللي بعده. انت يا عسكري يا نمره قلت لك 100 مره ما حدش يمد ايده على متهم عندي في النيابه، انت فاهم؟ تمام يا باشا. سامي بيه رئيس المباحث يا فندم. خليه يتفضل. صباح الخير يا شريف بيه. صباح النور. انا يا سامي بيه. اتفضل. شكرا يا باشا. معلش انا هاخد من وقتك 5 دقايق كده. طب احمد خد المتهمين واستناني بره شويه. حاضر يا شريف بيه. خير يا سامي بيه. شوف بقى المحضر اللي قدام سعادتك بيقول ان العيال دي مرتكبين جنحة شغب وجناية تحريض على قلب نظام الحكم، ومع ذلك سعادتك مديهم افراج. المحضر ده متفبرك يا سامي بيه. ما هو لازم نحافظ على الامن يا باشا، والاوامر اللي عندي بتقول. الاوامر دي عليك انت. النيابه ما بتاخدش اوامر من حد، احنا بنطبق القانون وبس. انا اسف يا شريف بيه، بس احب ابلغك ان الدنيا بره مقلوبه، والعيال دي لو خرجت هيولعوها اكتر. بطلوا انتوا بس تخالفوا القانون والدنيا هتهدى. شرفت يا سامي بيه. شكرا يا شريف بيه. دخل بقيه المتهمين يلا.
صباح الخير يا باشا. ايه مالك يا باشا؟ وكيل النيابه الجديد مش فاهم حاجه خالص، افرج عن العيال بتوع المظاهرات. ولا يهمك يا باشا، قرار الافراج بيتنفذ من عندنا، وسعادتك قلت لا، معناها هقول لا لحد ما سعادتك تقول فانا اقول مش عايز حد يشم ريحتهم. وكيل النيابه ده غلس وممكن يطب يفتش في اي لحظه. ده لو جاب لجنه تفتيش من هيئه الامم المتحده مش هيلاقي لهم اثر. في حاجه تانية مضايقاك يا باشا؟ جدع يا حاتم، الانتخابات اللي جايه دي عايزها تعدي على خير، مش عايز اي شغب. ده لمزتك يا باشا. يلا يا رجاله، شدوا حيلكم شويه، عندنا لفه كبيره النهارده. هات يا ابني اللفه دي هناك، عايزك ترزق لي كل الكامب ده. هات الجراد اللي هنا، هات يا ابني جرد الغير التاني ده بسرعه. يلا يلا. حنفي يا عم حنفي. ايوه يا عبد الناصر عموري. ايه دول بيعملوا ايه هنا دول؟ انت خرجهم مشيهم، خليهم يشيلوا الحاجات دي ويطلعوا بره. ايه يا ابله؟ دي الدعايه بتاعت الباشا الكبير. بقول لك شيل الزباله دي واطلعوا بره. ليه كده؟ الباشا يزعل. بتعمل ايه يا ابني؟ انت اتهبلت؟ حد يقدر يشيل يافطة الحزب الوطني؟ اسف يا باشا، الابله النظره هي اللي قالت له قطع اليوف. من زمان وانا بسمع عن حضرتك، وانا بقالي 24 سنه بسمع انكم قاعدين على قلبنا. انتوا عايزين ايه تاني؟ الله انت كده دخلت في الغميق قوي. بلا غميق بلا عميق، ان شاء الله اجي ابارك لحضرتك لما تسقط في الانتخابات. يعني برضه بتعملي اللي في دماغك. بكره الصبح هتيجي تلاقي اليوفط دي متعلقه تاني، وانا هشيلها لك الظهر، وانا هعلقها بعد بكره، وانا هشيلها لك بعد بعده. يا ست النظره، احنا عارفين ان ابنك وكيل نيابه ولسه متعين جديد والطريق قدامه طويل، فاحسن لك ما تشرشريش عليه من اولها. مالكش دعوه بابني. لو يهمك قد كده خلي بالك منه لحسن يطلع زيك، واللي زيك خلصوا من زمان. هنا القاهره. عزيزي المستمع، اذهب معنا الى استوديو الصباح في برامج جديده. صباح الخير يا ابله نور. صباح الخير. ممكن اوصلك في سكتي؟ لا متشكرين يا باشا، مدرسة قريبة خطوتين. من ساعة ما قلعت المريالة وانا حاسس انك ليا، بقالي سنين صابر، واول بكره تاخد بالها مني. بكرة ده مش هيجي يا حاتم. انما للصبر حدود زي ما بتقول الست. خايف عليكي من نفسي. غصب عني لما بزهق ببقى وحش. وحش على نفسك. عندك حق. انا ممكن ابقى وحش مع الناس كلها الا انت. ليك حق تتدلع زي ما انت عايز. بكره طار يا حبيبي بعد ما يفوت الاوان. بكره تندم ورحمة امي لا تندم يا حبيبي. حاتم باشا، ارغي الرخصه بتاعتي خدوها مني وانا جاي من عدائر ساعتك. سيب 50 جنيه واطلع على الدائري، هتلاقي امين شرطه هناك اسمه سعيد وقول له انا جاي لك من طرف حاتم باشا. شكرا سعاده الباشا، كتر خيرك يا باشا. باشا عايز اقدم لابني في المدرسه وطالبين منه وصل نور والعداد مش باسمي. سيب 100 جنيه واطلع على شرطه الكهرباء، هتلاقي امين شرطه هناك اسمه ماهر، قول له انا جاي لك من طرف حاتم باشا. شكرا يا باشا. تعالى خد يا بقى. يا باشا. فين الفلوس؟ شكرا يا باشا. بنت مريضه يا باشا وعايز عليك على فين قوي. عايزة أقدم بنت في المدرسة. سامحني يا حاتم باشا. مفيش مرة تحيينا بورقة حمراء من دول. ده انت بقالك 20 سنة بتاكل حواوشي. ايه؟ عمره ما عجبك مرة وقلت امس على المعلم صاحب اللقمة؟ وبعدي عليها النهارده بالليل في الاسم عشان امسي عليك. كان عندي محضر من زمان بيقول انك عامل بروس في المحل. معلش يا باشا، ده انا بهزر معاك وانا عمري رفضت لك طلب. 100 جنيه بتاعت البروز. خلص. اتفضل يا باشا. اللي مالوش خير في حاتم مالوش خير في مصر. مالوش خير في مين؟ في مصر. هو الحموضة قلق. مش ده انا حمار.
هات يا البريوس باين على اسمك. صوت اللطافه وبعدين قيام فلوس. انت ازاي تسمح بالفوضى دي وانت بتشرح؟ وبتشرح ازاي من غير خريطه؟ علق الخريطه لو سمحت. حضرتك دي حصه تاريخ مش جغرافيا. ما دي الكارثه، التاريخ عمره ما كان حواديت وبس. التاريخ لما يتغير الجغرافيا كمان بتتغير وبتتقسم زي ما كل حاجه حوالينا دلوقتي بتتغير وبتتقسم. ولا انت ما عندكش فكره؟ شريف صح، هجيب ماما واجي على طول. صباح النور. رايح فين؟ نعم. لا يعني اقصد ان قبل النظره جوه الفصول بتلف على مكتبها. قصدي قبل النظره جوه مكتبها بتلف على الفصول. اقصد قبل النظره مش في مكتبها بتلف على الفصول. طب يا ريت حد يبلغها ان انا مستنيها في المكتب. انا بنفسي اروح جري حالا ابلغها. قبل النظره قبل النظره قبل النظره قبل النظره. ايه يا بنتي في ايه؟ ايه؟ القمر جه. ابني؟ فتى لو قيس البحر بعرض خده تبدى على ماء البحور نداه. ده لابني؟ قولي له قبل ما اقطع عليه كده والنبي. ابني يخرب بيت جمال امه. انت تشميني يا بنت؟ لا انا اسفه قبل ما اقصد. ما هو انا امه. انا اسفه ما اقصدش. يلا نجري على فصلك. هتقولي ان انا قلت عليه كده؟ هقول له نجري بقى. ازيك يا شريف؟ ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ يلا انا هلم محدش واجي معاك على طول. طب بسرعه والنبي يا ماما لحسن سيلفيا مستنيه في العربيه بره. طب روح لها انت يا حبيبي. اصل انا عايزه اقعد اقرا شويه. انت ليه رافضه سيلفيا؟ دي بتحبك. حبها بص يا شريف، انت من يوم ما خطبت البت دي وانت مش انت نسيت نفسك، نسيت انها مدمنه مخدرات. هنعيده تاني وتالت. هو خلاص الادمان بقى عادي كده ما فيهوش مشكله. انت لو اتجوزت البت دي يا اما هتجيب لك عيال مخبولين يا اما في يوم من الايام هتقول لك انا اتسطلت ونمت مع الطباخ. اصل افتكرته انت. خلاص يا ماما. خلاص ايه؟ انا ما بحبش البنت دي ولا بحب ابوها ولا الطريقه اللي هم عايشين بيها، لكن هم حرين في حياتهم وانا حره احب اللي احبه. طب ممكن نأجل الموضوع ده شويه؟ انا تعبت مش عارف ازاي اخليكي توافقي عليها. ده حتى الخطوبه حضرتك ما حضرتيهاش ولا الفرح ده لو حصل. سواء حضرتي او ما حضرتيش انا هتجوز سيلفيا واتمنى تكوني موجوده. تصميمك ده معناه ان في حاجه مش مظبوطه. افرضي بس الطبيعي من الطبيعي ان انا اخاف عليك يا سياده القاضي. شريف وعليكم حصة ايه؟ كاتين يعني. هو مكتب النظرة فين؟ اتفضلي حضرتك. ادخل. مساء الخير. مش عارفة بس اعمل ايه عشان يشوفني. ساعات بيتهيألي انه بيحبني. طب والله بحس بيه قبل ما يدخل المدرسة. وبشم ريحته قبل ما يدخل شارعنا. انا ببقى نايمة في سريري وريحته بتصحيني. واصحى الاقيه في وشي وبيقول لي بحبك. معقولة بتحبي الحب ده كله مش لاقي لك حل؟ ما تروحي تتكلم مع امه. ما هو امه عارفة اني بحبه. اقول لك اعزميه على السينما واول ما البطل يبوس البطله بوسيه. بيقولوا منعوا البوس في السيما. عايزينها تبقى نظيفة. وهي السينما تبقى سينما من غير بوس؟ انتي فاجرة. وانتي خايبة. للاسف مش هقدر اتغدى معاكم، اصل عندي تفتيش. خلوها فرصة تانية. تحبي نعمل لفة ونرجع لك؟ لا لا لا، خلوني براحتي وانتوا كمان خليكم براحتكم. هاخد تاكس. اوكي عن اذنك يا مع الف سلامة حبيبي.
مالك يا أبلة؟ في حاجة مضايقاكي؟ مسكين ابني واقع في حفرة ملهاش قرار، تعلق ببنت صايعة مخها طائل. ده أنا ماليش في الدنيا غيره. معلش ما تزعليش من ماما، اصلها مضغوطه شويه. كفايه، امبارح كنت بتموتي اوفر دوز. انت ليه مش مستوعبه المسؤوليه اللي انت فيها؟ الجنين اللي في بطنك ده ممكن يتولد مشوه بسبب الزفت اللي بتشربيه. جنين ايه يا عم؟ مش كفايه امك بتكرهني؟ امي خلفه لها عيل. بصي صاحبتي خلفت الأسبوع اللي فات، شكلها بقى وحش قوي، مرهرطة. يا ريتها ما خلفت، كانت قمر ودلوقتي شكلها عجز 10 سنين. انت ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ الست ما تحسش انها ست الا لما تخلف. امال ال 70 مليون دول جم منين؟ ما تصدعنيش. طب اطفي السيجاره اللي في ايدك يا سيدي عشان ريحه حشيش فايحه بينا واحنا داخلين على اشاره مرور. انت بتدخني ايه بالظبط؟ طبعا حشيش. طبعا حشيش. انا شريف حافظ وكيل نيابه شبرا. معلش الهانم خطيبتي بتحب تهزر. اهلا يا باشا، اتفضل مفيش مشكله. سلام يا باشا. يا ولاد اهلا. 4 مرات في اسبوع واحد؟ ده انتوا جامدين قوي. بطل نقل. طب انا نازل اجيب سجاير وبكلموني اما تخلصوا. جمال شوف لك اوتيل، احنا جايين نبات. لا ديت ما ينفعش. علشان الست ماما هتضربك. بلاش قله ادب. شريف انا محتاجالك قوي اليومين دول، الوحده بتقتلني. ايوه اطلع هنا. ايه يا كابتن باين؟ نور بتخوت. استني يا نور لما نركب الانبوبه الجديده عشان تستحمي بميه سخنه. حمام العافية. الشباك ده جاي برد. مش قلنا يا نور تقفلي الشباك ده؟ انت عايزه تاخدي برد. نشفي شعرك على بال ما اعمل لك السندوتشات اللي انت بتحبيها. ما قلت لك النهارده هتعشى عند قبل النظر. طب انزل معاكي بقى اشتري كلف وزراير على بال ما ترجعي. بس ما تتاخريش. هحاول. قشطه من يومك. جاهزه يا نور؟ خلاص اهو. ما تتاخريش عليا يا نور، انت عارفه ما بحبش بالليل اقعد لوحدي.
صورة شريف وهو عنده 6 سنين، واللي جنبيها دي وهو في ثانوي، ودي قبل ما يتخرج من الجامعة. جميل منصور. ما تقوليش زي يوم. طبعا زي يوم. طب ما انتي قمر. أبوه اللي زي القمر. حافظ كان أحلى من شريف كمان. ما صدقش. هو شريفي اجمل منه؟ انت لو كنتي شفتيه كنتي انتحرتي. طب ما انتي ما انتحرتيش وجبت لنا شريف. وحشتني قوي يا باشمهندس. تعرفت عليه في مظاهرة واتجوزته في مظاهرة تانية. اتحبسنا بعدها، ولما خرجنا من السجن لقيته جايب لي اسطوانة لعبد الوهاب. كنا زي المجانين مع بعض. عجباكي الصورة؟ أنا ممكن أديها لك، أنا عندي زيها. انا بحب النظره وابن النظره، كل اللي يجي من عندك النظره. بتحبيه قوي؟ من أول نظرة؟ من اول نظره. ممكن اطلب منك طلب؟ انا عمري ما شفت اوضه شريف، ممكن اشوفها؟ الطرقة دي الأوضة اللي في الوش. مساء الخير. شريف تأخرت ليه؟ مستنيينك تتعشى معانا. لا اتعشوا انتوا، نتعشى بره. مالك؟ فيك ايه؟ ابدا، شويه ارهاق. باين عليك لسه زعلان من مقابلتي لسيلفيا. بس هو انا كده يحب قوي يبعد قوي. ده موضوعي انا وانا اللي لازم احله. مش مضطر استنى العروسه اللي هتنقيها لي ماما. سيبيني اختار زي ما انت اخترتي اللي اتجوزتيه. بس يا ريت تختار اللي تستاهل حبك. ونور بقى هي الوحيده اللي تستاهل حبي، مش كده؟ نور بنت هايله واحسن من اللي يتمناها، اما انا لا. ارجوك كفايه محاولات. دماغه ناشفه، انا مش قادره افهم جاب القسوه دي منين. انا لازم امشي بقى عشان هي هتقلق عليا. تمشي ايه؟ استني لما نتعشى مع بعض. انا مش جايه. طب استني شريف يوصلك. خليه مرتاح. يرتاح؟ وهتيجي منين الراحه طول ما سيلفيا دي وراه؟ ابقي فهميه بقى ان انا كمان عنيده ودماغي ناشفه. يبقى تستاهلوا بعض. ايه ده؟ عجبتك؟ عجبتني. ايدها ولتني. انت تأمرني يا باشا. بص بقى. بص. انا عايزك تركب لي الوش ده على جسم مزة عريانة بالبكين. من عيني يا باشا. وبالنسبة للحجم عايزها بالحجم الطبيعي كده. حاضر يا باشا. قول لي بقى كام ولا كل ده لله؟ لا يا باشا مش هاخد منك فلوس طبعا يا باشا. يا جدع قول يا جدع الله، وانت خايف من ايه؟ وانا اروح اقول للناس انك انت بتصور بنات عريانه؟ الله قول. باشا انا هاخد من سعادتك الربع جنيه ده بركه. لا خد الجنيه ده واعمل لي 4 بالحجم الطبيعي. شكلك زعلان. اللي ملوش خير في حاتم ملوش خير في مين؟ ملوش خير في مصر يا باشا. زائد ان البت تستاهل. بص تستاهل ولا ما تستاهلش؟ وحياة ابوك تستاهل يا باشا. قول انت. قمر يا باشا والله تستاهل. ما مالك؟
بتاعتك خلصت خلاص. ايه ده؟ انا عاوز اشوف الشغل كله. هديك 20 جنيه. الوسخ ده عايز يتفرج على كل اللي عندنا، هيدفع 20 جنيه. ابني ب 20 جنيه. معيش. بلاش كده. ابني ب 20 جنيه وافرجك على حاجات تجري ريقك. منين يا عم؟ ما حاتم نفضنا. خلاص يا ابني وديهم على الاستيفا. اهلا وسهلا. عميد. صباح الخير يا غالي. جاي لك في مصلحة تعمل لك 3 بواكي بسكويت. جاي يا باشا ولا دور الجاي؟ بس يا عم سيد. دول يا مامي. تعرف فرنساوي؟ فرنساوي وانجليزي وشوية ايطالي. ده كان الامير يحتار يكلمني اي لغة. عم سيد هنا من ايام ما كان الاسم ده قصر الامير. برنس عمر تصل. مين بقى البرنس دلوقتي يا عم سيد؟ انا ولا هو؟ هو لكن انت الملك. مش ده ميعاد الهاي تي يا عم سيد؟ سيبها عليا معلش. الكيكة جاهزة. هجيبها واجي حالا. يلا بسرعة يا عم سيد. فين ال3 بواكي؟ مش لما تنفذ المطلوب؟ عايز 5000 جنيه من غير ما اعرف المطلوب. شايف الصورة دي يا غالي؟ مالها؟ بص كويس قول لي شفتها فين قبل كده. في واحدة شبهها في اوضة المأمور. هي دي اللي أنا عايزها. ما اقدرش. دي تبع وزارة الثقافة يعني سين وجيم. أنا عندي واحدة زيها ببازار الحسين بتاع أبويا. إحنا هنشيل دي ونحط دي. أنا من شاف أنا من دري. تعال اتفرج الشغل هيبدأ. مش عايز. يا قد ثواني اه. قلت لك مش عايز. يا انت هتتفرج ببلاش. مش عايز اتفرج على زفت. يا عم سيبك منه ده شكله منه. هات 20 جنيه والا هسدلك الفرن بالحجر ده. الفرن ده انا اللي فتحها حراميه يا بنت الكلب. نزلي ايدك نزلي ايدك هنا. ده ما فلوس اللي انت خدتيها. فلوس ايدي مش بتاعتك. مش بتاعتي؟ ايوه مش بتاعتك. ومين اللي علمك؟ انا اللي جايباها مش بتاعتك. يخرب بيت امك. طب تعالى انا مالكش في النسوان. تعالى شوف النسوان بتقطع بعض ازاي. تعالى. اوعي بعد ما ربيتك يا وقتي يا بنتي يا بنت العطار. طلع ميتين يا بنت الكلب يا واطيه. يا حراميه يا بنت الكلب يا واطيه. حراميه زهقي. اوعي. ابنك مش موجود عندنا يا ست. شوفيه في مكان تاني. والنبي يا ابني. يا ستي مش فاضيلي. الفيلم مأمور نازل امتى؟ مالش. يا بيه يا بيه. اموريني يا حاج. باين انك انت اللي هتنصفني. وشك سمح وعينك كلها طيبه. ولاد الاصول بيبانوا برضه. اموريني يا امه. ابني هو واصحابه خدوهم. بيقولوا كانوا في مظاهره مع ان ابني حنين وطيب، بس هو كان مفلس شويه والعيال جم قالوا له تعالى معانا المظاهره. خلاص خلاص انا ايه يا وليه؟ هلا انت هتحكي لي تاريخ حياتك. هلا يلا اتكل على الله. الحق يا باشا في خناقه تحت واسمها هتموت دينا. افتح هذا الباب. تعالى يا بنت. حسبي يا بنت هتموتيها يا بنت. ما انت كده كده محبوسه. عايزه ايه تتشني؟ بس انت بالكلب. على عينك. قوم قوم معاك. قوم يا صبايا. قوم قوم يلا قوم قوم
بتخبي الفلوس يا بنت العفشه؟ لا ده انا مفتحها لك قوي يا مشمومه يا بنت المشمومه. انا اللي مسمومه يا بنت مساكن شبرا بحالها. ماشي يا مؤدبه يا بنت الهزازه. بس يا بنت انتوا ايه اخرسي؟ عارفه لو ضربت حد تاني يا سميه ورحمه شرفك هعلقك من رجليكي شعر هنا. اطلعي بالفلوس اللي في عيبك يا منع. طيب هتموتوا بعض عشان ملاليم يا غجر. انت مش هتبطل الوحشيه اللي انت فيها دي؟ امال لو ما كنتش بتاعتك كنت عملت فيا ايه؟ حاضر يا بت. طب انت سايب الشهرتين دول ليه؟ عايزه اشيلهم. عادي هشيلهم. يا بت هحبسك. هو انتوا كل مره هتصوت لي كده زي النسوان؟ شهرتين كمان هتبقى زي القمر. صباح الخير يا فندم. تعالى. ايه يا حاتم بقالك فترة ما جبتلناش قضايا وانا قاعد في مكتبي زي خيبتها وبتوع المباحث شغالين الله ينور. سبحان الله يا فندم، انا جاي لحضرتك عشان كده بالظبط. عندي قضيه هتهز شبرا كلها، جرايد ومجلات، مش بعيد حضرتك ترجع من الضبطيه دي تمسك المديريه. قادر يا كريم؟ بجد؟ هو يكون سامي عارف حاجة على القضية دي؟ سعادتك اللي تقرر مين اللي يعرف ومين اللي ما يعرفش، وفي الاخر كله هيتنسب لسعادتك. كويس كويس، انا عايز اعرف كل حاجة بالتفصيل. قضيه مخدرات فيها ناس واصله لفوق قوي. ساعتك هتطب عليهم الساعة 2 الصبح هتلاقيهم متلبسين. فوزي يا باشا المرشد بتاعي في القضية. مرشد جديد، برافو برافو. كلنا خدامين سعادتك يا باشا. طيب ومستني ايه؟ يلا روح جهز نفسك. طب بس هو كان سامي بيه يعني ماله؟ لا مفيش حاجة سعادتك، هو بس كان قال لي اخفي العيال بتوع المظاهرات. انا ما عملتش حاجة، انا مستني حضرتك تقول لي اعمل ايه. والراجل اللي كان مات من فترة انا نقلته جثته التلاجة. عايز بس حضرتك معلش تقول لي مات ازاي، هيموت امتى، علشان انا اتصرف واكتب التقرير. لا 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 لا، انا الاسم بتاعي لا فيه مظاهرات ولا بلطجيه ولا ميتين ولا حاجه ابدا. ولو النيابه جت تفتش الصبح هتلاقي الاسم بتاعي بيبرق. يبرق يا باشا. افتح يا ابن الباب، افتح الباب يا غزالة. عمر يا باشا. عايزك تقول لي نمرة الواد رمضان المرشد بتاع الحافظية. كام يا باشا؟ من غير ما تقول طلع نمرة يالا. تؤمر يا باشا. يا باشا احنا محبوسين هنا ليه واحنا واخدين افراج من النيابه؟ تصدق انت ابن حلال، انا كنت ناسيك وانت فكرتني. احنا ما بنتهددش، البلد فيها قانون. قانون؟ هنا في قانون واحد بس، قانون حاتم. تعالى يالا. فاز يعني انت وهو قاعد واقفوني صف واحد ورا اللوح ده. تعالى. انت هتودينا على فين؟ هعمل لكم حفلة استقبال على شرف امك. ايوه انا عايزك الليله في خدمه يا رمضان. عايز اعرف بوصلة الحشيش بتاعت البواب بقت فين؟ بالظبط كده بالظبط كده، انا عايز قضيه مقفوله ضبه ومفتاح. اخلي بقى القانون ينفعك يا روح امك. كده الاسم فضي، يلا نشوف شغلنا. يلا 5 دقايق وعايزك تخلص. مش هتقدر مش هتقدر مش هتقدر انت. انزل يا عذر انزل. حاسب 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 حاسب. لا سايبني انا ماسك اللوحه يا حمار. لا مؤاخذة يا غالي، اصل دي مفيش زيها خالص. وانا اللي فيه زي تس. هات. دي انا اللي رسمها. دي تحفه.
طبعا تحفه، بس مش زي دي. بالراحه بالراحه بالراحه، بس بالراحه نبوظها بالراحه. امال هنعمل ايه؟ احنا لازم نخرج بيها كده زي ما هي بالبرواز. ما ينفعش يا حمار، علشان المأمور معلم اللوحه دي بالبرواز، انت كده هتخرب بيتي. ايه يالا؟ ركبك سايبه ليه؟ قوم اقعد، يلا خلصنا. شيل معانا. على فكره الصوره بقت هي والبرواز حته واحده. لا، وانا ما عنديش وقت عشان اجيب نجار ينشرها. انا هتصرف. انا كده هقطعها لك. خد انت بقى الزقها بمزاجك، اديني بقيت فلوس يلا. شوهت اللوحه؟ شوهت اللوحه؟ ولا عمال اقول لك يا غالي يا غالي، ده انت لا غالي ولا نينا، انت ما تفهمش حاجه خالص. انا يا ابن الدايخه ما بفهمش حاجه، ده انا بفهم اللي ما فيش حد يفهمه. انت مش عايز تدفع بقيه الفلوس؟ هب بال 4000 جنيه. 4000 جنيه ايه؟ انت دمرت لوحه بقالها 130 سنه، دي ثروه، دي ثمنها نص مليون جنيه، عرفت قد ايه انت جاهل؟ لا، عرفت قد ايه انت حرامي نتن. عايز ترمي لي 5000 جنيه وتاخد انت نص مليون جنيه، تلهفه. بس وحياة امك ما هتشوف نور الشمس التاني. طلع سلام سعاده الباشا، طول عمر سعادتك بتثبت لنا ان الكبير كبير. حاجات بسيطه يا سالم. طب بقى في حاجه على حاتم. ماله حاتم؟ في اخباريات كتيره بتقول ان هو بيشتغل خارج القانون وبيفرض اتاوات على الناس. لا 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 لا، حاتم ده دغري زي الالف. يا باشا انا ليا ناس في الوزاره بلغوني ان في بلاغات كتيره ضد حاتم وجايبين رجلي ورجل سعادتك فيها. اقرا الجرايد الصبح هتلاقي الوزاره عامله لي شكر. اشكر يا حكومه. ماشي ماشي. اهلا اهلا بك يا حاتم. يا حبيبي. لا يا حاتم، العيال دول مش عايز عينيك تغفل عنهم خالص، خصوصا الواد اللي في الوسط ده، عايزك توضبه. تؤمر يا باشا. يا باشا يا باشا انا مش ده الواد المرشد بتاع القضيه دي؟ هو يا باشا، بس طلع حمار. قلت اعمل بيه مصلحه بدل ما يعمل برواز جديد للوحه اللي عند حضرتك بوظها. بوظ يا الله يخرب بيوتكم، ده عقده بتاعت وزاره الثقافه. سعادتك ما تخافش يا فندم، انا عندي نسخه زيها بالظبط. بالظبط، ايوه كده، مش عايزين مشاكل مع بتوع الثقافه. انا ما بوظتش حاجه يا باشا، انا مظلوم والله. انت تخرس خالص، مش عايز اسمع صوتك، كنت هتضيع العقده. جاتك الغبا. ماشي يا فنان. برضه خربشة قطط ونبش فراخ. You, I want you to write your address. عنوانك. ادرس يعني عنوان. Okay, sit down. What is your name, miss? نور مراد أمين. Okay, thank you. أنا بنصحك إنك تشدي شوية على المدرسين، لأن بالمنظر اللي أنا شايفه ده البنات كلهم هيخرجوا ميح. والله بنحاول، بس المناخ كله سيء مش مساعدنا. المشكلة إن فيروس الفوضى وصل لكل حاجة في البلد. إحنا داخلين على سواد. عندك حق. أنا عارفة إن ياخد جزء، بس عايزة حضرتك تكتب في التقرير إن محدش هيتعلم لغات في مدارس الحكومة إلا لو المدرسين نفسهم اتعلموا. أنا اتخرجت من كلية تربية إنجليزي وأنا ما بعرفش أتكلم ولا كلمة إنجليزي. عارف ليه حضرتك؟ لأن في الابتدائي والإعدادي والثانوي برضه ما كانش في مدرسين بيعرفوا يتكلموا إنجليزي كويس. ولما دخلت الجامعة لقيت معظم الدكاترة كل همهم إن أنا آخد عندهم دروس خصوصية. فبالتالي ما اتعلمتش أي حاجة. واتخرجت زي ما حضرتك شايف، حمارة ومعايا بكالوريوس. طب وأنت ما عملتيش اللي عليكي؟ معلش أنا عارفة إن كل دي أعذار كان لازم أتغلب عليها. بس للأسف ما حصلش. This is why I say sorry. اتفضلي بقى يا ستي نقي احلى فستان في المحل، ده هديه مني ليكي. حضرتك جبتيني عشان تجيبي حاجات عشانك مش عشاني. وانا لو كنت قلت لك ما كنتيش هترضي تيجي، عارفه انك بتتكسفي. والهديه دي بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. هقول لك الحقيقه، كان نفسي احس ان ليا بنت بشتري لها حاجه. ميرسي قوي يا ابله. يلا بقى
روحي نقي على ذوقك وانا هنقي لك على ذوقي واشوف بقى ذوقي ولا ذوقي. بصي يا ابله، انا عاجبني ده. يا بنتي ده هي الايه اتقلبت ولا ايه؟ شوفي انا منقيه ايه وانت جايبه ايه يا بنت. هو انت عندك 50 سنه وانا مش عارفه؟ ايه ده يا ابله؟ دي فوق الركبه، ما اقدرش امشي بيها كده في الشارع. وفيها ايه؟ وانا في سنك كنت بلبس اقصر من كده وكنت بمشي بيها جنب جوزي وفي نفس الشارع ده ولا كان فيها حاجه. يلا يا حبيبتي خشي قيسي. يلا يا بنت عيشي سنك. يلا بقول لك يلا. حلوه قوي. مش هقدر اخدها، انا هاخد ده. خلاص براحتك. تحبي تيجي معايا عند الكوافير؟ لا معلش يا ابله، عندي كريس كتير لازم اصححها. سلمي لي على بهيه. الله يسلمك. نور يا بنت، ما انا مش هسيبك، يا تتجوزيني يا تتجوزيني. مش يمكن تكوني غلطانه يا نور، مش هتلاقي حد يدلعك قد عشان بحبك يا بنت. طيب بص، جربي تتخيليني عريس. انا ممكن اتخيل نفسي في حضن اتوبيس عشان اخلص من الكابوس بتاعك ده. ياه زي تحضر في الحلم ده. يا لطفة ده بشع. الاول كان بيلمح ودلوقتي بقى بيتعرض لي، بقى بيطلع لي في كل حته زي العفريت. عفريت لما يركبوا. ماما تفتكري يقدر يأذينا؟ انا خايفه، ده سلطه. سلطة؟ لا اقرع، ده سلطة، ده ننفخ فيها طياره. ده انت بنت بهية يا بنت، اوعي تخافي. انا حاسه انه مش هيسيبني في حياتي. طب خليه يقرب لك كده وشوفي. انا مش فاهمه حاجه، انت عايزانا نروح فين بس؟ اسمعي الكلام بس. كل الناس بيقولوا ان الناس دي بتحل كل المشاكل. هم مين الناس دول؟ هتعرفي دلوقتي. هو ده. هم دول يا ماما؟ معقوله؟ دي ابله النصر بتقول عليهم ناس افاقين. تعالي بس. فعلا احنا الحل. يعني هتقدروا تخلصونا من جارنا اللي بيلاحق بنتي في كل حته تروحها؟ لو ساعدتمونا سوف نساعدكم وننقذكم وننقذ البلد كلها من الفساد والفجور والفسق. ابدأي بنفسك يا أخت، وعي أهلك وجيرانك. وأنت يا ابنتي قولي لزمايلك عن الخير القادم على أيدينا بفضل الله. ولو منافسينا في الانتخابات ادولك فلوس حلال عليكي، بس ورا الستارة مفيش حد شايفك غير ربنا وضميرك. صوتكم معانا هو الطريق إلى الجنة. متشكرين يا سيدنا. السلام عليكم. عليكم السلام. كان بيقول ايه ده؟ انا عارفه بقى، اهو يرغي وخلاص. كان بيتكلم بالنحوي. قال ايه فسك دي؟ حاجات مش كويسه. ايه؟ جايلك عشان تدعيني يا مولانا. عايز اتجوز نور جارتي بس هي مش طايقاني، معرفش ليه. عايز حضرتك بقى تعمل لي حاجات محبه تخليها تبص في عينيا مره من غير كره. اصلها لو كملت على كده عم الشيخ هدمرها. يا ابني انت عيان بيها، روح اتوضى وصلي ركعتين وصفي روحك عشان تعرف يعني ايه حب، وانسى الدجل والاحجبه اللي انت شاغل نفسك بيها دي. قوم يا راجل، قوم قوم اذكر الله مع الناس دي. يلا يا حبيبي قوم، يلا ربنا يهديك. يابا يا ابو الحمل ضيع سلمتك يا سيدي رصيد يا سيدي محمد يا سيدي داوود بابا 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 يا طبيب الجراح يا طبيب الجراح لا يعوز ارتاح سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا الحسين سيدنا النبي
ده انا اللي يقرب من بنتي عمره. دي جنح الضرب يا وليه. يعني انا ممكن اجرجرك على اسم وقتي، بس انا هسامحك عشان خاطر الابله. بقول لك ايه، اوعى تجيب سيره بنتي على لسانك. انا لا يهمني سلطه ولا غير سلطه، حتى لو الحكومه كلها واقفه وراك. نبي يا ابله معلش عندك شويه بكرك روما. طيب ما تقولي لابن النظره يتصرف مع البقف ده. لا شريف لا. انت مش بتقولي ان وكيل نيابه اكيد يا بنتي يعرف يوقفه عند حده. لا انا ما اقدرش اتكلم معاه في حاجه زي كده، لا يفتكرها تماحيك ولا حاجه. تماحيك؟ هو انت يا ماما بقى. يو بقى يا ماما يا بنت الكلب ومخبيه على امك. احكي لي. احكي لك ايه بس؟ هو في حاجه عشان احكيها؟ وصفيه لي. طويل ولا قصير؟ طول برج القاهره. تخين ولا رفيع؟ مرسوم رسم. حلو ولا وحش؟ زي القمر. وبيحبك سي قمر افندي ده؟ بيحبني ده ايه؟ ده خاطب. يا ليلتك المنيله، بتحبي واحد متجوز؟ بقول لك خاطب يا ماما مش متجوز. يا دي نيل عليك يا نور. ليه؟ هو انت ناقصك ايه؟ ايد ولا رجل؟ هو يعني اللي جوزه كان احسن منك؟ ولا على خير تصبحي على خير. قومي هنا قومي هنا احكي لي. قولي لي اتفضل يا باشا. بلغ الهاني من الباشا وصل. تشرب حاجه سعادتك؟ لا شكرا، احنا نازلين على طول. يا اولاد جهزوا العربيه. اهلا سياده المستشار. اهلا بيك يا عم. ازيك يا ابني؟ ازي حضرتك؟ يا ترى هتروحوا فين النهارده؟ سيلفيا عايزه ترقص. هايله فكره الرقص دي. لما كنت قدك كنت بتفرج على الرقص في السينما وبس، كنت هموت اجرب، لكن كنا غلابه. ولما ربنا اداني لقيت نفسي كبرت على الرقص. انتوا بقى لازم تتبسطوا وتهيصوا، دي ايامكم. يا خساره عندي ميعاد مهم في لجنه السياسات، مش هقدر اقعد معاك. لا براحتك يا عمي، احنا كده هنخرج على طول. طب قاعد هنا ليه؟ اطلع نزلها. ليه مش هتنزل من الاساس؟ اصل جيجي بيرسم لها تاتو. تاتو ده ايه؟ مين جيجي ده؟ جيجي ده احسن واحد في مصر بيرسم تاتو. انا عارف انك لسه متاقلمش على جونا، لكن ما تقلقش هيحصل. انت ولد ذكي ونبيل. شريف كويس انك جيت يا حبيبي. تعالى شوف التاتو بتاعه، ده هيجنن مصر كلها. اطلع بره. يا فندم بقول لك اطلع بره. مالكش مزاج تتوت. حد يشوه نفسه كده؟ حبيبي انا مختلفه عنك في حاجات كتير. لو بتحبني فعلا يبقى لازم تقبلني زي ما انا. يوه تعالي شوفي صاحبك فريد، قال يعني محدش بيعرف يرقص غيرك. فريد ده مين؟ فريد ده احسن واحد بيرقص في شلتنا. مش هتتعلم الرقص بقى؟
بتعمليه ده؟ ايه في ايه؟ انت اتجننتي؟ انت نسيتي انك حامل؟ اطمن انا خلاص رحت للدكتور وخلصني من الجنين. يعني ايه؟ يعني رحت للدكتور وخلصني من الجنين، يعني نزلت الحمل، يعني الطفل بحث. شريف شريف قول صباح الخير. كل يوم ترجع وش الصبح؟ هو خلاص بقى ده؟ وكمان قافل الموبايل ليه؟ يا ابني انا بكلمك رد عليا. هي خرستك ولا حكمت عليك ما تكلمنيش؟ حكاية لو ما جبتيش السيره دي على كل حال ريحي نفسك. انا خلاص سبت سيلفيا وقرفت منها ومن العالم كله. طب وانا عملت لك ايه؟ وايه اللي انت بتعمله ده؟ ماما انا لحد امبارح بجد كنت بحب سيلفيا والليله حاسس بفراغ فظيع. طب وده يخليك تسيب البيت وتهج؟ تعالى نروح اسكندريه يومين ثلاثه وانت هتنساها. انساها في يوم وليله وحضرتك ما قدرتيش تنسي ماما في 29 سنه. عايزاني اروح اسكندريه واسكن في احسن اوتيل واحسن خدمه واشوف البحر واغمض عينيا كده هقدر انسى. ماما انا محتاج ابقى لوحدي، يمكن اتعلم ازاي اقدر انسى. انا مش هقدر اسيبك تتحاسب لوحدك، هو ده اللي انا كنت خايفه منه. ماما انا مش عايز مواعظ. دي مش مواعظ، دي تربيه. يا حضرة وكيل النيابه، انا ما اتمنيتش في حياتي غير سعادتك. مش هقول لك اتعذبت قد ايه وانا ضحيت بايه علشان اخليك راجل ملوان. هقول لك انا ضحيتي بايه بدل ما تتعبي نفسك. انا فاكر كل التضحيات بتاعتك وفاكر كمان انك ما رضيتيش تتجوزي بعد ما ابويا مات عشاني. بس انت اللي اخترتي الحياه دي وانت اللي اخترتي الضحي. ليه عايزاني انا ادفع ثمن التضحيات بتاعتك؟ جبت منين القسوتي؟ قسوتي انا ولا قسوتك وانت بتربيني على اني حافظ؟ عمرك ما شفتيني ابنك. طول عمرك بتعامليني غلط وشايفاني شبه لواحد تاني. بصي يا امي ده ابويا وبحبه زي ما بتحبيه بالظبط. انا صحيح شبهه بس هو بني ادم وانا بني ادم تاني. هو في زمن وانا في زمن تاني خالص. انا عشت معاكي 29 سنه ليل ونهار ونهار وليل لحد ما بقيت مشكله كبيره بالنسبه لك، وجه الوقت اللي لازم ابعد فيه شويه يمكن تعرفي الفرق بيني وبينك. لا انت مش هتسيبني. لا هسيبك ودلوقتي. سامحني يا ابني، انا حبيتك زي ما حبيت ابوك. جايز بس ما عرفتيش تحبيني زي ما ايوه يا جمال، انا جاي اقعد عندك يومين لو مش هيضايقك. لا مش عايز اتكلم دلوقتي. ازيك يا جمال؟ ازيك يا شريف؟ انا اسفه. خلاص كرهتني؟ يعني كل اللي كان يربطنا ببعض الطفل وبس؟ خلاص عايز طفل انا موافقه، نقدر نجيب واحد تاني. يا سلام، وبطنك تتنفخ وشكلك يبقى عامل زي الكوره فجسمك يبوظ وما نعرفش نرسم عليه تاتو كويس وصحباتك يتحسروا على جمالك اللي راح. بلاش تبقى جارح. انا اللي جرحتك لما اخدت قرار بقتل طفل كل ذنبه انك امه. شريف انا بحبك ما اقدرش اعيش من غيرك. انا عارفه اني غلطت، كفايه ان الندم مجنني. ندم؟ ما فريد بيرقص احسن مني وجون بيضحك احسن مني. اكيد هتلاقي حد يحبك احسن مني. شريف حطيت لك شنطتك جوه، عايز حاجه مني قبل ما انزل؟ انا اللي هنزل، خليك يا جمال، ولما تمشي الهنا مبلغني. شريف لو سبتني هنتحر. بصراحه ما بقاش يهمني خالص. خير يا ابني. على فكرة أنا أول مرة أدخل كنيسة، أنا مسلم. مرحب بيك، أنا أبونا سربال، أي خدمة؟ كنت عايز حضرتك تعمل لي حجاب محبة. عايز نور جارتي تحبني وما تشوفش حد غيري. عايز ألاقيها لوحدي.
روق يا ابني، احناش بتوع الحاجات دي ابدا، لكن اوعدك اصلي لك. يا سيدنا، يا عم الشيخ، يا ابونا، الموضوع ما يستحملش تاخير. طلبك مش عندي يا ابني. طب على فكره بقى المولد عرض، مفيش احتفالات السنه دي، ولا ترانيم ولا بخور ولا زعف، ومفيش مواقف في الشارع، ممنوع التجمهر، قانون طوارئ. عيب يا ابني الكلام ده، انت في كنيسه، في كنيسه سانتا تريز. مش هي دي بتاعت المعجزات؟ قول لها ان مفيش احتفالات السنه دي لحد ما نور تحب حاتم ابن نعيمه. مساء الفل يا باشا. اهلا يا باشا. انا كتبت لك كلمات في الورقه دي. سلوى، سلوى، انت يا بت خد الورقه. سلوى خد الورقه. انت يا بت يا سلوى. عامل لي روميو يا معفن. تعرف هنا، اقلع هدومك يالا، يلا اقلع البنطلون، يلا يلا روح هات الجردة اللي هناك ده، اجري، وعايزك تمسح لي السطح ده كله. يا جوليتا اتفرجي على حبيب القلب والبرد بيهرج التكو. اشتغلت كويس يا دوب، بلاش لكاحة امك. تعالى يا قرب هنا، تعالى هنا قرب، اقعد. يومك عندها كام سنة؟ عندها 50 سنه. ستك عايشة؟ ست ام ابويا عايشه، عندها ازيد من 100 سنه. قهوه بالحبهان يا باشا تستاهل بق ساعه. بعدين بقى يا باشا، ده احنا هنقضيها مشاريب. ستك عملت الحجاب ولا لا؟ ده في احسن من الحجاب يا سعاده الباشا، الميه السحريه. احسن من الحجاب؟ دي ميه جايبينها من بير غويط غويط قوي بيستحمى فيه البط. قصدي الجن يا سعاده الباشا، اللهم احفظنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجن؟ الجن. بالنسبة للفلوس دلوقتي يعني يا خرابي فلوس، بس والنبي يا باشا ربنا يخليك، يعني الولا باشندي مش وش بهدله غلبان، خلي بالك منه والنبي. هتوصيني على ابني باشندي ده؟ تعالى يا ولا. ايوه. ترش الميه دي على عتبتها وتخليها تخطي عليها، وان شاء الله بعد ساعه هتبقى زي الخاتم في صباعك. يلا. ساعة؟ ربنا يخليك يا سينيوريتا ويخليلك باشندي يا رب. إلهي وانت جاي يديك ما ياخد منك غير عدوينك. قول امين. امين. وجمال وحياة آثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن، ظالم الحسن. لا يخرب بيت ابوك، المايه السحريه هتضيع فشوش. لا يا وليه مش انت عامل بيك الطياره شانه. لا اوعى تعدي، اوعى تعدي. يخرب بيت ابوك يا اعمل عمل تاني.
اشرشح لك. قال صحيح سكتنا له دخل بحماره، عايز تعمل لها عمل وتوقف حالها يا عيب يا ابن العيبه. خش ولا خش جوه، ما بقاش غير النسوان كمان اللي هتعلي صوت علينا. دلوقتي حالا هنزل الاسم بتاعك، هجرسك، هخلي اللي ما يشتري يتفرج عليك يا ناقص. طب اعتبي الاسم وادي داني لو خرجت منه. يا امي اللي اعمل لك عروسه واغرس في عينيها 60 ابره عشان تخليها تجيب اجلك، هتخليك مدغدغ ما فيكش حته واحده تقول اديني. انت فاكرها سايبه؟ ده انا عيني حمرا يهبل يا ابن الهبله، ده انا ارجل من ارجل راجل في بلدك. في ايه يا ابو راجل واطي وناقص. خشي. خشي يا نور. معقولة يا أبلة شوية زعل مع الكيس يخلوا حضرتك تسيبي المدرسة وتبعدي عن الناس اللي بتحبك؟ ولا أنت مش عارفة إن في ناس كتير بتحبك؟ أعمل إيه بس يا نور؟ غصب عني. أمال لما كنتي بتتخانقي مع جوزك كنتي بتعملي إيه؟ عايزة الحق ولا ابن عمه؟ الحق طبعا. كنت بسيب له البيت. ومين اللي كان بيرجع للتاني؟ كنت بروح أروق نفسي كده على النيل شوية وأرجع له جري. هو شريف فين دلوقتي؟ عند جمال صاحبه بيطمني عليه بالتليفون كل يوم. قومي يا وداد البسي هدومك ورجعي ابنك، قومي. أما أنتِ بنت بكها صحيح، بس أنا بحب اللي زيك، اللي بيعرف يحسم الأمور. انت عيان يا ابني، لازم تتعالج. يا بيه الحقيقة مش مشكلة. المشكلة إن أنا هتحبس وأنا مسؤول عن أسرة من أم و3 بنات. هتخشي انت الأول لوحدك، وأنا لو لقيتك اتأخرتي هخش أنقذ الموقف. ليه؟ ممكن أدخل؟ لا لا خليك اقعد على كرسيك. أنا هستناك هنا لما تخلص. طيب انا ثانيه واحده وهفضل على طول. واللي خايف من السجن يزور اوراق رسميه؟ يا بيه أنا معايا بكالوريوس علوم من 7 سنين ومن ساعتها وأنا وطن. جالي وظيفة بس طالبين دبلوم صنايع، فكان لازم أزور في الشهادة عشان يبقى عندي مرتب أقدر أصرف بيه على أمي وإخواتي. يعرض المتهم المثل على اخصائي الامراض الصدريه بالمستشفى لبيان ما به من امراض، ثم يعرض علينا بعد تماثله للشفاء لاستكمال التحقيقات. اتفضل. استناني يا احمد بره شويه. عامله ايه؟ كل ده يا شريف ولا حس ولا خبر. كل ما اكلمك يقولوا لي مش موجود. انت بتنكر نفسك مني. البيت من غيرك كابوس. انا جاي اقول لك كلمتين بس صعب عليا شويه. ماما انت مش محتاجه تقولي حاجه خالص. لا لازم اقول لك. انا ماليش في الدنيا غيرك عشان اشكيلك. احيانا بنعمل حاجات كتير للي بنحبهم ونفتكر ان احنا كده بنصدق، بس الظاهر لا. انت عندك حق يا شريف. انا ما عرفتش احبك ازاي. سامحني. ماما انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اللي لازم تسامحيني. انا كنت قاسي عليكي قوي. انا اسف. شكلك كده مش محتاجة إنقاذ. أيوة كده، من زمان ما شفناش الابتسامة الحلوة دي. اعمل ايه بقى؟ ما وحشتني. باين عليه ده خالص، ده مش هقول لك الغنوة اللي بتحبيها. على الله يفضل رايق كده ويبعد عن وسطان سيلفي يا رب. عارفين انك ابن زوال، بس الحمام ما بيتاكلش غير كده. ده حتى ملكة انجلترا يقولوا انها بتاكل السمان بايديها.
تسمحي لي بالوصفه دي يا هنا؟ ابني بتيجي تنقص. ماليش في الرقص. هو هيعلمك الرقص. 1 2 3 1 2 3 ودنك موسيقيه. ماله ودني بالرقص؟ ما الرقص ايقاع والايقاع محتاج ودن مش اكتر، عشان كده هتتعلمي الرقص بصراحه. ايدك بتترعش. اقول لك على سر؟ قولي. اما ببص في عينيك بتكسف بتلخ. احسن عشان خدودك بتحمر ويحلو زياده. اقول لك انا على سر؟ اه. اول مره اخد بالي انك حلوه قوي كده. ده بجد؟ اديكي احمرتي زياده اهو. مش هحمر ومش هتكسف وهقول لك على كل اللي في قلبي. عارفه. طب وانت ايه؟ قلبي ابتدى يدق. ابله نور مساء الخير. انا قلت اجي اوصلك بدل الزحمه. ايه يا ابله نور وانا ما بتكلمش ايه ولا ده؟ ايه يا نور في ايه؟ مين حضرتك؟ في ايه يا جدع انت؟ يا ابله في ايه؟ انت حتتي حتى لما تبقى تفرتكك. احترم البدله اللي انت لابسها بدل ما اقلعها لك. اقلعها لمين يالا؟ اطلع بطاقتك. بطاقة ايه يا جربوع انت؟ احترم نفسك يا وليه. هي مين دي اللي تحترم نفسها يا زباله؟ انت كده ضيعت نفسك. شباب اركب العربية خلاص. ايه ده؟ شباب بتعمل ايه يا مجنون؟ ده وكيل نيابة. اركب العربية خلاص. اركب العربية يلا. يلا اركب يا نور. خلاص يا شريف. خلاص انت اديته بما فيك كفاية. اركب يلا. يلا يا نور. حيوان صحيح. يلا. تمت اقواله وتعهد بعدم التعرض ولا يقع تحت المساءلة القانونية. اتفضل انت. اظن مش لازم انبهك، انت عارف القانون كويس. لو بصيت لها بصه بعينيك هقلعك البدله الميري اللي انت لابسها دي، ويمكن هقلع لك عينيك كمان. اتفضل يا فندم. واحد عايز يصلي والتاني عايز يصلي. مش عايز صوت. ايه؟ صليت واحد. حطيهم عندك هنا يا نور. يوم نسيت اقول لك اطلعي بقى يا حبيبتي عند ام جورج هاتي طقم فناجيل القهوه. ايه يا ماما ده انت ناقصه تلف شقه حد تاني. وايه يعني يا حبيبتي؟ ما الجيران اللي بعضيها، وهو لما بيجي لهم حد بياخدوا مني كل حاجه. وايه كل الاكل ده؟ دي وليمه مش عشاء. وانا بديك الساعه لما يتعشى عندي خطيب بنتي. انت في حاجه حصلت لك في دماغك؟ هو كان خطبني؟ هيخطبك. انا اصلي امبارح بالليل حلمت حلم خير لما اجعله والنبي ترحميني من احلامك دي. انا اروح اجهز بقى قبل ما يجي. ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر. من عين سحر ومن عين ام محمود ومن عين حاتم ومن عين كل اللي شافك وما صلاش على سيدنا الحاجات اللي النبي. انت بتعمليها دي والنبي والله العظيم ده كله كلام فارغ. وبعدين ريحه الدخان دي هتخنقنا يا ستي لو ما نفعتش اهي تضيع ريحه الطبيخ من الشقه. جم. اهلا وسهلا شرفتونا ونورتونا. ما كانش في داعي للتعب ده كله. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ شريف. اهلا يا حبيبي. اتفضل نورت البيت. اهلا وسهلا. سلم ايدك يا بهية. اكلك طعم بشكل بالهنا والشفا. والله انا كنت محتاره اعمل لكم ايه ولا ايه، مش عارفه اودي جميلكم فين. جميل ايه بس يا شيخه؟ نور دي زي بنتي بالظبط. ربنا يكرم اصلك، بس برضه الشكر واجب علينا. يا جماعه انتوا مكبرين الحكايه قوي. الواد ده ما يستاهلش اصلا انكم تتكلموا عليه، ده تافه. ربنا يحرسك لشبابك. طب بطلوا مجاملات وخلصوا اكل بسرعه عشان عازمكم على السينما. هو احنا بتوع سينما؟ ده انا ما دخلتش السينما من ساعه ابوك الله يرحمه. بص بقى انت تاخد نور وتروحوا
بعدين انا في كلام كتير قوي بيني وبين بهاء. لا مش هيروحوا في اي حته قبل ما ياكلوا الحلو، بعد كده اعملوا اللي انتوا عاوزين تعملوه. انا عامله لكم بقى صينيه قرع عسل هتاكلوا صوابعكم وراها. انا صوابعي هنا. عارفه امي وبهية بيتكلموا في ايه دلوقتي؟ لا بيحددوا معاك جوازنا. مش كانوا يسألوني الأول مش يمكن أنا مش موافقة؟ طب ما انا كمان مش موافق، بس قلت اتجوزك عشان اكسب فيكي ثواب. يا طب بصي البطل والبطل بيعملوا ايه؟ لا استنى، تحب أقرا لك الكف؟ تعرفي؟ طبعا. قدامك سكة سفر. قديمة. تعرف إن أنا عمري ما سافرت؟ طب هاتي ايدك. قدامك سكة سفر. قديمة. لا جديدة. أنا وأنتي هنقضي شهر عسلنا في أسوان. ده بجد؟ من زمان قوي كان نفسي أروح أسوان. النهارده أي حاجة نفسك فيها هتبقى مسؤوليتي. أي حاجة؟ أي حاجة. طب نفسي أحضنك. بس؟ أيوه بس. أنا بقى نفسي في حاجات كتير، بس كرجل قانون أحب أبلغك إن اللي أنا نفسي فيه يعتبر فعل فاضح في الطريق العام، يعني فيها 3 أشهر. إن شاء الله توصلنا 9 أشهر. شكله وحش يا سمية. هو في حد في العالم ده كله يشبهك؟ ده انت الباشا بتاعنا. قصدي انك راجل مفيش زيك اتنين، يعني هما الحلوين بناخد منهم ايه؟ دول حتى ميعين. ازاي وشي يبقى مقبول؟ يعني نفسي ابقى حلوة يا سمية. حلو؟ طب ما انت حلو. طب بص خد بص. يا بنت بطلي محلسة بقى، وانا ايه؟ قفل قدامك. هاتوا المرايات يا بنات عشان نشوف وشه اللي زي القمر. تعال. ايه يا بنت؟ تعال. انت وحش انت. انت قمر. يا حلاوتك يا جمالك قالت لي الحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه بس خلاص حلاوتك يا جمالك بس بقول بس كل واحدة تروح مكانها. صدقني انت حلو، بس انت اللي مبهدل في نفسك.
هتبقى احلى لما تسمع كلامي. ايه رايك لو تخرجني الليله دي؟ اخرجك؟ ده انت عليك قضيه قد الداهيه. ده احنا بقالنا سنه بنجري وراك يا بنتي. ده احنا قافشينك في اكبر شبكه مهلبيه في البلد. خرجني الليله دي وهقضي معاك الليله كلها وهخليك اخر حلاوه. ما ينفعش، ضد القانون، وانا عمري ما اتمسك عليا حاجه. ليله واحده اتمتع بيك وامتعك. انسي. روح فين يا سمية؟ احنا قلنا ايه؟ انت هتسيب لي نفسك 5 وهخليك زي القمر. هوديك عند اشد كوافير في البلد اللي بتروح له يسرى. كوافير يا سمية؟ انا اقرع. ده بقى هيخلق لك شعر. تسمح تسيب لي نفسك؟ ايه موضوع سيب لي نفسك ده النهارده يا سمية؟ وحشه قوي. شيلي يا لوزه شيلي. ايوه كده، ايوه كده يا ست لوزه، ايوه. بس بص يا سمية. ايه؟ لا ما تنفعش. لا ما تنفعش. خدي هاتيلي كل البواريك اللي عندنا يا لوزه كلها. ايوه بس عايزها باستك يا لوزه. ليه ما اللزق جامد؟ عايزتك يا سمية. ماشي يا باشا، قستك قست. هسيبك 5 وارجع لك على طول. ماشي يا خلي بالك من الباشا يا لوزه. حاضر عينيا. ايوه بس كده هينفع اروح الشغل؟ حاضر. ايه رايك؟ لا مش حلو، لا لا لا, لا مش حلو خالص. انا جبت لك الحشيش متقطع اربع، طبعا عارفه سعر الربع كام. احنا فيه ولا في ايه؟ ما يلا يا اخويا قبل ما حد ياخد باله. يا اخويا. ايوه بس خواجاتي قوي. طب فين سمية تيجي تشوفها؟ جايه حالا، بتجيب حاجه من المخزن وجايه. هي دي. طب فين بقى سمية عشان تيجي تشوفها؟ جايه حالا يا باشا، دي بتجيب حاجه وجايه على طول. جاي. فين سمية يا بت؟ والله يا باشا جايه على طول دلوقتي. فين سمية؟ والله يا باشا جوه يا باشا. سمية! حسب حسب يخرب بيتك لا ترقص. مش كفاية يا نور. تعالي تعالي. حقك عليا يا باشا، ده انا بتاعتك. بتاعتي يا مرقعة. كلكم وسخين. انت بترمرمي مع صرصار وهي بترمرم مع واحد ما يسواش 3 ابيض في سوق الرجاله. انا هوريكم انتوا الاثنين. يا باشا ده انت اللي في القلب. انت حكايتك خلصت معايا خلاص. انا قرفان منك. التانية بقى اديها فرصة أخيرة وبعد كده خليها عبرة. في يوم شم النسيم دايما ده يوم عظيم، قابلت البت بهية على سور الأسبكية. ايه الروقان ده يا ست بهية؟ دي أغنية كان بيغنيها جدي، جت على بالي. إنما إيه العلاجة دي رايحة فين؟ رايحة أشتري ملانة وملوحة. والملوحة بقى محتاجة الشياكة دي كلها ولا هتقضوا شم النسيم في النيابة؟ يا ريت. ده يوم شم النسيم ده يوم دايما عظيم، قابلت البت بهية على سور الأسبكية. مش نكلمه من الاول؟ لا لا خليها مفاجأة. احنا ناخد نور وبهية ونروح نقعد في اي حتة على النيل. الحقيقي يا نور. في يا بنت مالك؟ حاتم بعزق فرش الخضار بتاع ابويا وحبسه وحلف انه ما يخرجه الا ما تروحي له انت. اروح له فين الحيوان ده؟ هو مستنيكي مطعم السمك اللي على الكورنيش عشان خاطري يا نور. ابويا راجل كبير وممكن يموت من المرمطه. هو فاكر نفسه مين ده؟ انا رايحه له ومش راجعه الا ابوكي معايا.
ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ ما علينا. انت مش هتبطل تلقح جتتك على الخلق؟ فرحان قوي بالبدله اللي انت لابسها وتتشطر على بنت غلبانه؟ هي دي جدعانه. دي اخر مره هستحمل ندالتك دي، وهتفرج عن ابو سالي غصب عنك. تعالي بس هنا والا هكلمشك بالحديد. ده كان زمانه جبر. ايه ده؟ انت بتتحامي في الواد بتاعك وكيل النيابه؟ تبقي لسه ما تعرفيش حاجه. البيت بتاعك ده عظمه طري عرقشه. انت عايز مني ايه؟ ولا حاجه. نقعد ناكل لقمتين مع بعض وافرج لك على ابو سالي. يا عمي ما اسمع. تقوليش لا. تخسري ايه؟ بالعكس هتكسب ابو صاحبتك بدل ما يتبهدل. تعالي عشان خاطر افرج لك عنه. يلا اتفضل. لا استني زي بتوع السيما. لا انا مش عايز اونطه، احنا جايين ناكل سمك مش هنقضيها سلطات. بس اني ولوك ده حاتم بيه، ده اخر صيحه. ايه رايك يا اتبهدل اخر شياكه. وانت يا نور؟ يا نور عينيا، ايه رايك في النيو لوك؟ انا ماليش اي راي، تقدر تسال اي حد تاني. حد ايه يا نور؟ انا ماليش حد يا نور، انا اغلب مما تتصوري. من يوم ما فتحت عيني على الدنيا وانا يتيم. امي سابتني وانا عمري 2 سنين واتجوزت بعد ما ابويا مات. وعمي كلب سرقني وسرق ارضي. عشت متشحطط من بيت لبيت. عند خالتي الاكل بمواعيد، وعند عمتي الحمام باذن، وعند عمي التاني الضرب على الكيف، وممنوع عيط. عشت طول عمري جعان وعمري ما شبعت. عيل عمره 2 سنين يا ناس وما عرفش يلعب. مفيش حد بيربي حد يا نور. من ابتدائي وانا في ملجأ محبوس هناك. خرجت ورثت بدلة ابويا وبقيت امين شرطه زيه. بس امين شرطه جدع. اي حد بيقع في مشكله بحلها. ما انت بتقبض ثمن الخدمات دي رشاوي وفلوس، ولا انت فاكرني مش عارفه؟ وعموما دي حياتك وانت حر فيها، انا ماليش علاقه بيك اصلا. اموت واتربى على ايديك يا نور. حط يا ابن الحاج، انت تأمري وانا انفذ. يا بختك يا نور، حظك من السماء. بعد ما هنتجوز هدلعك وروقك وهشيك. بقول لك لاخر مره. يلا يا ابني انتهز بقيه الحاجه. على حاضر يا باشا. بحذرك لاخر مره، ابعد عني عن صحابي احسن لك يا حاتم. الله يا حاتم، حلو قوي منك كلمه يا حاتم. نفسي اسمعها تاني بس تقوليها بحنين. روقان يا نور، روقان. البت لوزه حطت استك سايب زي وسط امها. ما تتجوزيني بقى يا نور. ده انا لا عارف انام ولا عارف اشتغل ولا عارف اعيش خالص. عنك ما نمت ولا اشتغلت ولا عشت من اصله، وانا فعلا غلطانه اني جيت لك. طب استني بس، استني رايحه فين؟ بلاش جنان. انا عامل وليمه السمك دي فرشه اللي جاي. يا نور انا عايز اريحك، استنيني 5. بذمتك يا نور، في حد في الدنيا كلها افتكر عيد ميلاد الليل؟ وانت عرفت عيد ميلادي منين؟ انت ناسي ان انا اللي طلعت لك البطاقه ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب يا نور. وانت طيب يا سيدي. ايه يا ام انت اتحرق لك ولا ايه؟ تحب نطفي معاك الشمع؟ هي المزة حرقت لك ليه؟ ها؟ على فكره الشقاوه ليها ناس، وانت طبعا مالكش فيه. ايه ده؟ ولا يهمك حاتم بيه، عنك يا باشا. يا نور، نور اسمعيني طيب، اسمعيني يا بنتي. نعم. انا هفرج لك على ابو سالي صاحبتك عشان خاطر عيونك، بس دي اخر حاجه اعملها عشانك يا نور. متشكرين يا سيدي. طيب تعالي خديه، انا جبته معايا، انا عارف ان هضعف قدامك. طب ما تجيبه. طب تعالي خديه، انا حاطه عند المرسى يا نور، خطوتين. تعالي اتفضلي.
زهلة عمر يا باشا. هات الراجل اللي عندك جوه. حاضر يا باشا. يلا. حاضر. يا ابن اللعيبة، الراجل شايف قاعد عامل ازاي ابن اللعيبة ده؟ دايخه المدام مغمى عليها. ادي دول على المصرف فوق الهام. حاضر يا باشا. اطلع بسرعه. دي قالت نازله اجيب ملوحه وطالعه. تلاقيها قابلت واحده صاحبتها والكلام خدهم. دايما كده تقلقني عليها. ان شاء الله خير. اهي جت. اهلا يا سالي، اتفضلي يا حبيبتي. ايه يا سالي؟ فيكي ايه؟ اصل شكلي وردت نور في موقف وحش. ايه؟ بتقولي ايه؟ احنا وصلنا يا ستي. مش هو ده المرسى؟ والله العظيم هو المرسى، بس انت عشان تعبانه مش حاسه. احنا هندخل نريح جوه شويه لحد ما زوله يجيب عربيه. هات يا زوله. عمر يا باشا. بسرعه هات عربيه. حاضر يا باشا. يلا. حاضر. يلا. لا لا. تعالي، ما احنا قلنا مفيش داعي للخيانه. يلا تعالي. ادخلي. لازم نخلص موضوعنا النهارده يا نور. موضوع ايه؟ انت مجنون؟ ايوه. ميكي، انت سبب. انا لو ينفع اقتلك عشان اقدر اعيش اقتلك، بس ما ينفعش اعيش من غيرك يا نور. ما عادش ينفع معاكي غير ان ازرع جواكي ناري. مش يمكن يجيلي منك عيل حلو كده زيك، اعمله وزير باشا. ابعد عني يا حيوان! ابعد
فيها قوي 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 قوي. قصدك حاتم امين الشرطه؟ كان هنا ومعاه واحده بس مشي من نص ساعه. ما تعرفش راحوا فين؟ هي مشيت وسابته وهو مشي بعدها بشويه. شكرا. تزعليش مني يا نور، انا ما اقدرش على زعلك، كان نفسي تحس بيه. صدقيني لما اجيب منك ولد هتعرفي تحس بيه. سامحيني، تعرفي قد ايه انا كنت بحبك أوي. نور نور يا نور نور ما لقيتهاش ما تقلقيش بقى يا بهية، زمانها جايه. ما الجرسون قال انها مشيت وسابته، تلاقيها بس اصرت تجيب الملوك. اهدي بس يا حبيبتي، تعالي. طب اسال في المستشفيات، لو ما كلمتنيش انا هرجع اكلمك تاني، بس وحياة ابوك حاول. انا هروح القسم اشوف الزفت اللي اسمه حاتم ده فين، يمكن. اكتب يا ابني. بعد الكشف على المجني عليها تبين لنا انها تعاني من نزيف داخلي حاد بسبب انتهاك عنيف في جهازها التناسلي. ما حصلش سعادتك، ودي شهاده تثبت ان كنت في مأموريه في نفس التوقيت اللي حضرتك بتقول فيه ان ارتكبت الواقعه. يستدعى كل من رئيس مباحث القسم ومأمور القسم لأخذ أقوالهما في الشهادة المقدمة للمتهم. فعلا يا فندم، كلام حاتم صح. هو كان معايا في مأمورية، كنا بنقبض على تجار بانجو في الحفظية في نفس الوقت. ايوه، انا شايفهم بنفسي هم خارجين وهم راجعين سوا الاسم. يخلى سبيل المتهم بضمان وظيفته. ايوه يا شريف بيه. سلام يا شريف بيه. على ايه؟ يا ابن الكلب يا واصي. ايه ده ايه ده؟ يا بنت الكلب! يا بنت الحصانة والله لو اديك الاسد! انا كان واحدة كبيرة زي والله يا بنت الكلب! خلاص احنا كده بنتي. امشي يا ولد! امشي يا كلب!
طب افتح. ماشي ماشي يا بهية، الصبر له اخر. ماشي يلا. نور، ما تقدريش تفتكري شكل الواد اللي كان مع حاتم على المركب؟ هو كان لابس طاقية وحاجة كروهات وعنده دقن وشعره طويل. كده؟ لا كان دقنه اصغر من كده وما كانش فيها شعر ابيض. متهيألي كده، متهيألي مناخيره كانت اصغر من كده. كده؟ ايوه كده. شدي حيلك شويه، قربنا خلاص. متهيألي عينه كانت اوسع من كده وحاجبه كانت لفوق. هو ده. اطبع لي الصوره دي. يا سامي بيه، اظن كده سهل تجيب لنا الواد ده. سهل ان شاء الله. متأكدة؟ تعالوا هنا. تعالى يا ابني. حد يعرف الواد ده؟ لا يا باشا. طب بص كويس، هو حد فيكم لحق شاف حاجة؟ احنا ما عندناش مراكب بالشكل ده يا باشا. احنا من المعادن للقناطر عيله واحده وعارفين بعض كويس. خلاص يا ريس، انتوا كده عملتوا اللي عليكم، يلا كل واحد يروح يشوف شغله. يلا يا شريف بيه صدقني ورحمه امي احنا قلبنا النيل ده كله من القناطر للمعادي، والواد ده ملوش اي اثر. شريف بيه، اظن احنا نفذنا تعليمات سعادتك بالحرف الواحد، بس اسمح لي يعني سعادتك تعب نفسك على الفاضي. انا من ساعه ما شفت الواد ده وانا بقول ان شكله مجرم. عموما كل المجرمين المسجلين موجودين على الكمبيوتر، خلاص تلاقيه فيهم. طلع يا ابني شريف بيه صور المسجلين عندنا وخليها تطلع عليه. اتفضلي حضرتك. اتفضل يا شريف بيه. لا 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 لا. انت حالك. تعالى لي يالا. عمرك بيه. مش انت، تعالى انت بدور عليك انت بالذات يا ابن الدايخه. سامحني يا باشا، انا اتبهدلت قوي. يلا هتغور في العيا يا فراك، سيبوه. كل حاجه المظاهرات يقفوا لي يجوا الطابور هنا. خلينا نعرف اخرتها مع سي شريف، وانا ايه؟ افتح الباب. شيل البطاريه دي. افتح باب الزنزانه اللي جوه. يلا هات. الله يا ابن المتضيع منك له. يلا هات. طيب الكلب. اقفل الباب ونازل بطانيه. يلا. هو ده. ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه يا شريف بيه؟ ما يصحش كده. كلمني. في ايه يا شريف بيه؟ في ايه يا شريف بيه؟ انت والمامور بتكدبوا عليا. زولا هنا وشرف امي ما فوتها لكم المره دي. وشرف امي انا الواد ما هو موجود هنا. مصدقني يا شريف بيه ولا احلف لك على مصحف؟ ما انت حلفت لي في المرسى على راس والدتك 6 مرات. سنة عسكرك اهو. سنة ثابت. جبل سلاح. انصراف انصراف. في ايه تاني يا شريف بيه؟ خلي الجدع ده يفتح لي الحجز دلوقتي حالا. عايز تنزل الحجز؟ ماشي. يلا يا سامي اما نشوف اخرتك. ايه يا ماما، انا مع شريف في الاسم. اتفضل يا شريف بيه، اتفضل. اقف يا ابني انت اهو، اقف.
فتشت وما لقيتش حاجه. كان ايه لازم بقى اننا نهجم على الاسم ونكسر البيبان ونتهم الناس المحترمه انهم كدابين وفي الاخر اتكلم بأدب. انا مؤدب. سامي مش كده. شويه اهدى شويه. طب خلصنا على كده؟ خلصنا على كده ولا في اوامر تانية يا شريف بيه؟ يلا يا سامي عشان عايزك. يلا. هعمل لك شاي يا بيه. شكرا. هو في ايه يا بهية؟ حاتم خد نور القرش. هو ما خافوش اللي عملوا فيها ابن الكلب؟ وانت هتروحي نفس لوحدك ليه يا بهية؟ اصله مستني في وسط ناسه. ما احنا كمان لينا ناسنا. مش هنخلوهم يستفردوا فينا واحد ورا الثاني. عندك حق يا اخي شباب. الحقونا يا رجالة الحتة. الحقونا. ايه ده؟ يا نهار اسود. ايوه هات العيال دول. طول عمري بقول ايوه وحاضر، لكن دلوقتي هقول واقول. حاتم نقل المحابيس من زنزانه لزنزانه تانيه. اذا نزلت انت دلوقتي في البدروم هتلاقي الزنزانه تحت السلم على ايدك الشمال. خبر اسود. ايه ده كله؟ دول كتير قوي. شكلهم هاجمين على الاسم. طب هات. اخواتنا المحبوسين. لازم نهاجموا بلدنا سنين. اخواتنا المحبوسين. لازم نهاجموا بلدنا سنين. قولوا للباشا تمام على الخيمه. انت بتحمي منها الجيزه. سيبوا اخواتنا المحبوسين. لازم نهاجموا بلدنا سنين. اللي بيحصل ده انتوا السبب فيه. احنا السبب فيه. اضرب في المليان يا حاج باسم. ايوه اضرب في المليان. احنا خارج دفاع عننا. اللي هيستخدم سلاح هياخد مؤبد وانت اولهم. ايه؟ جايين نعمل محضر ضد حاتم. ايوه ابني محبوس عندكم ظلم. حاتم قلب الاسم مقبره اللي يدخلها ما يطلعش منها تاني. حضرة المأمور اللي بيحصل ده ما رضيش ربنا. هو فين؟ هاتهولي وانا هقطعه. نص شبرا جايه ورانا تعمل محاضر ضد حاتم. لا هتقدروا تسكتونا ولا تخوفونا بعد كده. رايح فين تاني؟ انت زودتها قوي. انت كده هيجت الناس علينا. وبعدين القضيه اللي انت جاي تحقق فيها انت نفسك حفظتها. واحب افهمك بقى ان قانون الطوارئ بيتطبق على الكل. ايوه. حتى انت. ايوه. عايز انزل الحجز. اتفضل يا شريف بيه اتفضل. في زنزانه تانية غير اللي ورايا دول؟ فتشني. افتح الباب. بقول لك افتح الباب. لا 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 لا. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ افتح الباب. التالتة هتبقى في قلبك لو ما فتحتش. بلطجة ببلطجة وهتفتح الباب.
دي تالت مره تتعدى عليا وانا موظف ميري مش هسكت. انا هشتكيك للنائب العام. اللي بيحصل ده مش قانوني يا شريف بيه. ولما تسكروا على مجرمين ده اللي قانوني؟ ولما طول الوقت تحبسوا الناس النيابه افرجت عنهم ده اللي قانوني؟ ولما ما تشطروش الا على الغلابه وسايبين الكبار ينهبوا في البلد هو ده اللي قانوني؟ يا شريف بيه، الاوضه دي مقفوله بقالها سنين ومحدش معاه مفتاحها. ماشي تعالى يا امور، يبقى البلطجه فعلا هي الحل. عمر السجن غير فكره. عمر السجن غير فكره. عمر السجن غير فكره. في بلده عمر النهر ما خليه قول لهم اي حاجه. طب اقول له افتح الباب. افتح الباب. بكره الثوره 20 ما تخلي. سيبوه انا هجيب لك معاكم. عمر السجن غير. طلبة مظاهرات تطلع بره. عمر النهر. يلا يا محمد يلا بكره. كله يطلع بره. لا يا شريف بيه، دول النيابه هتسامحوا بالصبح اليوم. تعال خلاص تعال. ده زولا ده حضرة ظابط ولا جوز امك؟ على جميع الضباط والامناء القبض على حاتم عبد الباسط امين الشرطه. على جميع الضباط والامناء القبض على حاتم عبد الباسط امين الشرطه. حاضر يا فندم. تمام يا فندم. خير يا فندم. خير؟ هو في خير؟ انا وانت توقفنا عن العمل وتحولنا لتحقيق يا استاذ سامي. سيبوا العسكري. وسع الضوء وسع. يلا جميل. هو في ايه؟ بندور على حاتم، اصل حاتم مطلوب القبض عليه. حاتم فوق السطح بس سيبوا دي عليا. حاتم فوق السطح. حاتم فوق السطح. امسكوا حاتم. امسكوا حاتم. امسكوا حاتم. امسكوا حاتم. امسكوا حاتم. حاتم اهو. امسكوه. يا باشا هو في ايه؟ حاتم مطلوب القبض عليه. ممكن تخلي الناس دي تروح ولا لسه ما خلصناش؟ لا لسه ما خلصناش. لما تقبضوا على حاتم. قلت لك القوات بتدور عليه في كل حته. طب ايه تاني؟ امسكوا حاتم. امسكوه. اوعى انت اهو. اوعى. حاتم عيب يا حاتم. حاتم احنا بنحاول نحميك يا اخي. حاتم انت عارف اننا بنحبك. انا كويس ما تقلقوش. قوموني.
بتعيط ليه دلوقتي؟ مش انت اللي عملت كده في نفسك؟ بعيط عشان مش هشوفك.